خصت ليله احتفاليه كبيره بجامعه محمد السادس ومتعدده التخصصات في الرباط. كانت افريقيا تحتفل بسنه ديال الانجازات الكرويه في حفل كاف اورز 2025، واحد اللحظه اللي كتجمع بين الاعتراف الشرف والتاريخ. وخلال هذه الاجواء وقعت واحد الحاجه اللي خلات الناس وسط قاعه الاحتفال وحتى اللي كيتفرجوا مباشره في الشاشه مصدومين، اللي هي تتويج المدرب البرتغالي بيدرو ليتاو بيريتو بوبيستا بجائزه افضل مدرب في افريقيا، الشيء اللي خلق عاصفه وسط المجتمع الكروي المغربي. السوشيال ميديا دخلت في الخط، تحطوا منشورات وتعاليق اللي الناس كتعبر فيهم على السخط والغضب على هذا التتويج، والناس بدات كتسول واش الكاف ظلم محمد الوهبي؟ كيفاش المدرب دار انجاز عالمي ما عمرو كان وصايب التعاون ما ياخذ حتى الاعتراف القاري. في هذا الفيديو غادي نوصف القصه بشكل كامل من بدايه الانجازات لتاريخ الجائزه لمعايير الكاف، الضغوطات والمصالح وشنو وقع خلف الكواليس، وغادي نشوفوا علاش المغاربه كاملين متفقين ان الجائزه خصها تكون مغربيه هذا العام. بقاو حتى للنهايه وباش تشوفوا معنا جميع التفاصيل واكثر بعد اشارات البدايه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناتكم ماروك فوت. محمد الوهبي ماشي غير مدرب، هو مشروع مغربي ناجح كينمو ويكبر في صمت. رجل خدم سنوات طويلة على التكوين، الانضباط وتطوير الذهنيات عند اللاعبين الصغار. بدا المسار الرياضي ديالو بهدوء وطور تجارب كبيرة في التكوين الأوروبي قبل ما يرجع للمغرب ويلتحق بالهيكلة الجديدة اللي غادي تغير مستقبل الكرة المغربية، أكاديمية محمد السادس ومشروع المنتخبات السنية. وهبي آمن بأن اللاعب الصغير ماشي غير موهبة، بل مشروع بشري كيحتاج ضبط النفس، تكوين عقلي، صبر، متابعة طبية، ذهنية وبيداغوجية، وواحد الخط تكتيكي اللي يبني لاعب المستقبل. وخدم على هذا الأساس سنوات حتى وصل لمرحلة الامتحان الحقيقي والصعب، مونديال أقل من 20 سنة. كلشي كيتسنى أن المغرب يبان بشكل مشرف، يعني أقصى الطموحات يتم الإقصاء ديالو في نصف ولا ربع نهائي المسابقة. ولكن اللي وقع في هذا المونديال ماشي إنجاز، كان فورة. المنتخب المغربي أقل من 20 نشر بطولة العالم وكأنه فريق كبير، ثقة، تنظيم، شخصية داخل الملعب، ربحوا مباريات، تجاوزوا مراحل صعيبة، وبدا كيتضح أن المغرب ماشي غير مشارك بل مرشح. وفي الأخير وقع المستحيل، محمد الوهبي ووليدات المغرب أقل من 20 عام توجوا أبطال العالم، اول مره في التاريخ ديال افريقيا كامله. هذا اللقب بوحدو كيخلي اي مدرب يدخل التاريخ الذهبي. وهبي رغم انه بطل للعالم وماشي اي بطل، الاول في التاريخ الافريقي اللي كيوصل لقمه العالم، الشيء اللي خلى الكره العالمي يكون موضوعه هو المغرب ووهبي. ولكن افريقيا كان عندها راي اخر، جائزه الكاف ما خدات حتى حاجه من هادشي في الاعتبار. ولكن شكون اللي خدا الجائزه بلاصه وهبي؟ بوبيستا المدرب البرتغالي ديال الراس الاخضر، ماشي مدرب صغير، هذا السيد دار عمل كبير هو الاخر، وما يمكنش نكونوا غير منصفين بحيث قاد الراس الاخضر لاول تاهل في التاريخ ديال البلاد الى كاس العالم، انجاز تاريخي لاي بلد افريقي من حجم الراس الاخضر. الراس الاخضر ماشي قوه كرويه وفريق صغير من ناحيه البنيه التحتيه، الموارد الماليه واللاعبين. بوبيستا قدر يصنع منه فريق مقاتل منظم وعنده شخصيه قويه. ولكن كيبقى السؤال، واش التاهل لكاس العالم اكبر من الفوز بكاس العالم؟ هنا كيبدا المشكل. كل عام كتخرج الكاف بلائحه جوائز الافضل في افريقيا، وكل عام تيخرج معها نفس السؤال، شنو هي معايير الفوز؟ هل هو الانجاز، تاثير المدرب او الشعبيه؟ هل هو التصويت الداخلي؟ هل هي رغبات سياسيه داخل الكاف او مجامله للاطراف الدوليه؟ الحقيقه ان الكاف ما تشرحش المعايير ديالها للعالم بشكل دقيق، كتقول فقط استنادا لانجازات السنه. ولكن هذه الجمله كتبقى عامه ومبهمه بزاف، هذا الغموض كيدخل شكل العقول. ولكن واش انجازات المنتخب قل من 20 سنه اقل اهميه من انجازات المنتخب ديال الكبار؟ شكون اللي سل فيهم في التدريب والاداره، وشكون اللي كيكون عنده تحديات اكبر؟ حنا غادي نديروا التحليل ديالنا من خلال المعطيات المتوفره، وغادي نفسروا الفرق بين المنتخب شوبان قل من 20 سنه المغربي وبين المنتخب الاول ديال الراس الاخضر، شكون اللي عنده اهميه اكبر وشكون اللي كيواجه تحديات اكبر في هاد الجوج. فئات اقل من 20 سنه هي اصعب فئه في العالم التقني، اللاعب صغير مازال كيتشكل، الضغط النفسي كبير، الاستقرار الذهني ضعيف، لاعب كيبغي يبان ويلمع ما بين الجميع باش يلقى فرصه ينتقل لفريق اوروبي كبير، المزاجيه كتكون قويه واي خطا بسيط كيخلي المنتخب يخسر المباراه. وبي قدر يجمع 23 لاعب شاب ويخليهم فريق واحد منضبط منظم بشخصيه قويه، وهذا اصعب من تدريب فريق ناضج. وكاس العالم قل من 20 بطوله عالميه حقيقيه كتشارك فيها مدارس البرازيل، اسبانيا، فرنسا، المانيا، الارجنتين وانجلترا والمكسيك. الفوز عليهم ماشي صدفه، هذه حاجه ما دارها حتى مدرب افريقي قبل. وهنا بانت قيمه وهبي، ذكاء تكتيكي، اختيار اللاعبين، السيطره على الضغط وتدبير المباراه المعقده. يعني انا اي واحد كيقول انه وهبي يستاهل التتويج ماشي كيتكلم ويدافع بالعاطفه، انما بالمنطق والعقل، راه كيستحق بكل جداره. ولكن شنو وقع من بعد اعلان نتيجه الفائز بافضل مدرب؟
مواقع التواصل المغربيه شعلات بالتعاليق الغاضبه، محللين رياضيين كيستنكروا، لاعبين سابقين كيدافعوا على وهبي، مغاربه حسوا بالحقره. الرساله كانت واضحه، هذا العام المغرب الاحق. مواقع كبيره بحال سبورت واسبريس وجمعيات رياضيه وحتى صحفيين عبروا على استغرابهم من القرار. المغاربه ما قالوش بان بوبيستا ما يستاهلش، ولكن قالوا ان انجاز وهبي اكبر واقوى واعمق. اللي كيراقب ويتابع الكاف من سنين غادي يعرف ان هذه الهيئه القاريه ديما كتخرج بقرارات مثيره للجدل، تاجيل البطولات بدون اسباب واضحه، تنظيم كاس افريقيا في ظروف غير مفهومه، اختيارات غامضه للجوائز، تداخل سياسي، تاثير اللوبيات الكرويه وعلاقه الدول مع الكاف. هذه الخلفيات كلها كتخلي الجوائز ماشي دائما نزيهه وما كتعطاش اللي يستاهلها. المغاربه عندهم تاريخ طويل مع هذا النوع من القرارات في الملاعب، التحكيم والجوائز. نعطيو مثال بالسنه الماضيه، اشرف حكيمي تم حرمانه من التتويج بالكره الذهبيه الافريقيه خلال حفل جوائز الاتحاد الافريقي لكره القدم لعام 2024 رغم التألق الواضح ديالو مع المنتخب ومع الفريق الباريزي. وجائزه فاز بها هداف نادي اتلانتا الايطالي النيجيري اديمولا لوكان 27 سنه. ورغم ان رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم باتريس موتسيبي كشف قبل اعلان الفائز بجائزه الافضل ان شركه عالميه معروفه بشفافيتها هي اللي صدقت على نتائج التصويت واللي شارك فيها جميع مدربي وقاده 54 منتخب افريقي. ولكن واخا اكوك الاتحاد الافريقي تعرض لانتقادات قويه. نص سيناريو وقع السنه اللي قبل، حرمان حارس نادي الهلال السعودي ياسين بونو 33 سنه من التتويج بجائزه الافضل رغم انجازاته الكبيره مع نادي اشبيليه الاسباني ومنتخب الاسود في مونديال قطر 2022. ولكن شنو هي الاسباب اللي كتخلي الاتحاد يخرج بهذه القرارات اللي كتبان غير عادله وفي حالات بزاف غير منطقيه؟ كاينين ثلاث تفسيرات. الكاف بغات تكافئ الراس الاخضر على اول تاهل تاريخي، وهذا نوع من الدبلوماسيه الرياضيه. وايضا كاين تفسير الكاف انها ما كتعطيش اهميه للفئات السنيه وكتعتبرها بطولات اقل قيمه. والتفسير القريب اكثر الى الواقع هو قوه اللوبي البرتغالي داخل افريقيا، بحيث البرتغال عندها علاقه قويه داخل دول ناطقه بالبرتغاليه في القاره، والراس الاخضر وحده منهم. رغم كل شيء الفوز الاكبر هو ان المغرب ربح اكثر من جائزه، ربح منتخب شاب وقوي، ربح مدرب استثنائي، ربح مشروع كروي كيزيد يتطور، ربح احترام العام، وربح بطوله عالميه لن تمحى من الذاكره. وهبي ما خصوش جائزه باش يكون كبير، الالقاب اللي في الخزينه ديالو كافيه. ولكن كيبقى السؤال، واش الكاف خصها تعيد النظر في طريقه تقييم الانجازات؟ تتويج بوبيستا غادي يبقى لحظه مهمه، ولكن الجدل غيبقى ايضا. المغاربه اليوم ما عندهمش المشكل مع شخص بالضبط، ولكن عندهم مشكل مع المعايير، مع العداله ومع المنطق. في العالم الكروي المعاصر الانصاف ماشي رفاهيه بل ضروره. مهما كان القرار يبقى محمد وهبي بطل عالمي ومستقبل ديال الكره المغربيه واعد اكثر من اي وقت سابق. انت كمشجع كروي شنو الراي ديالك في الاتحاد الافريقي؟ واش القرارات اللي كياخذ فعلا كيكون فيها تدخل سياسي ولا الجمهور المغربي متحكمه فيه العاطفه؟ والتهم اللي كيوجه الاتحاد باطله؟ جاوبنا في التعليق. وهنا وصلنا للنهايه، وقبل ما نختموا نرجو تشرفونا بالاعجاب بالفيديو والمشاركه في القناه وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائله بيوصل لاكبر عدد ديال الناس. كنتو مع قناتكم ماروك فوت اللي كتجيب لكم الحقيقه وليس الا الحقيقه، ولو فيديو اخر نلقاكم على خير. مع السلامه.